بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومرمينا العجائبين. النهاردة هنتكلم عن معجزات لشهيد صغير كده في السن، لكنه عظيم في إيمانه وفي صلاته وشفاعته عننا. هو الشهيد العظيم القديس أبانوب. بس قبل ما نتعرف على تفاصيل معجزاته، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومرمينا العجائبين. تعالوا بينا نتعرف على تفاصيل المعجزات الجميلة بتاعت النهاردة. في معجزة جميلة جدا للقديس أبانوب. كان في سيدة قعدت فترة طويلة جدا من غير ما يكون عندها أولاد، لكنها اتشفعت بالقديس أبانوب القديس الشهيد الجميل ده، وبعدين فعلا ربنا استجاب ليها ولصلواتها وبقت حامل وقربت ميعاد ولادتها يعني. وكانت حاسة بآلام فظيعة جدا، كانت لوحدها في البيت، ما كانش معاها أي حد خالص. فجرت على التليفون عشان تستنجد بأي حد أو يعني تكلم أي حد يلحقها لأن هي لوحدها. لكن للأسف فوجئت إن التليفون متعطل ومفيش يعني حرارة في التليفون وكده، وما كانش قدامها أي حاجة أو وسيلة لأي حاجة إن هي تصلي وتطلب من ربنا إن هو ينقذها. واتشفعت فعلا بالقديس أبانوب، وما كانتش قادرة تعمل اي حاجة غير ان هي تصلي وبتصرخ لربنا من كتر الألم وهي لوحدها في البيت. عدت فترة صغيرة وهي قاعدة بتطلب من ربنا وتصلي، وسمعت ان الباب بيخبط، وقامت فتحت الباب بس هي مش قادرة يعني، وفتحت الباب لقت الدكتورة قالت لها ان انا جاية اساعدك في الولادة يعني. ففرحت جدا، لكن سألتها قالت لها هو انتي عرفتي منين وايه اللي جابك هنا يعني، مين اللي قالك؟ فردت عليها الدكتورة دي وقالت لها ان في طفل صغير جه خبط على الباب بتاع البيت بتاعها وقال لها اداها العنوان، وقال لها لازم تروحي العنوان ده ضروري لان هما محتاجين لك في ولادة. فجيت هنا علشان اشوف في ايه وان انتوا اللي بعتولي الطفل ده يعني. ودخلت الدكتورة دي البيت بتاع الست دي عشان تساعدها، وتبص حواليها لقت صورة القديس أبانوب متعلقة على الحيطة. فقالت لها هو ده الولد اللي جالي وقال لي ان انا اجيلك هنا واداني العنوان علشان اساعدك. ففرحت الست جدا وقالت لها ان ده قديس صغير عندنا يعني كده، وقعدت تقول لها على قصته وشكرت ربنا جدا، وبقت مبسوطة خالص خالص ان ربنا استجاب ليها بشفاعة القديس أبانوب. وفعلا الدكتورة دي ساعدتها وولدت بسلام، وجابت طفل صغير جميل بعد سنين كتير جدا جدا من زواجها وما كانتش بتنجب خالص. وسمت الطفل الصغير ده أبانوب على اسم القديس أبانوب حبيبها اللي اتشفعت بيه وهو ساعدها وكان معاها. وبتحكي سيدة تانية من اسكندرية بتقول بعد ما خلصت يومها الدراسي، لأن هي مدرسة في مدرسة ابتدائي يعني، خلصت المدرسة ورايحة البيت بتاعها، وكانت عشان توصل للبيتها لازم تعدي مزلقان القطر، وكانت ماسكة في ايديها ولاد اختها لان هما كانوا موجودين معاها في نفس المدرسة. وفي يوم وهي بتعدي المزلقان ده من غير ما تاخد بالها ومن غير ما يعني ما تحس وكده، جه القطر بسرعة رهيبة جدا وضربها في راسها، فوقعت على طول من عجل القطر. بس كانت بتصرخ وتقول يا أبانوب يا أبانوب الحقني. وبالفعل شاف ولاد اختها طفل صغير لابس جلابية بيضة كده، وفي وسطها حزام ابيض، وفي رقبته معلق صليب شبه القديس أبانوب بالظبط. رفعها من قدام عجلات القطر وحطها بين القضبان، وده اللي الولاد شافوه وحكوه لها بعد ما يعني بدأت تفوق وكده. فجمع الناس حواليها وخدوها نقلوها لمستشفى جامعي في اسكندرية. وبالفعل دخلت قسم الطوارئ اللي هو الجراحة، وكان تشخيص الحالة المبدئي ليها اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة في العين اليسرى، وكمان جرح في فروة الرأس 5 سنتي، وجرح بالجبهة 8 سنتي، وكمان كسر منخسف في الجمجمة في الجبهة اليسرى وخلف الودان. وكانت حالتها الناس يعني الدكاترة قالوا صعبة جدا وكده.
وبالفعل أجريت لها عملية إزالة الكسر المنخسف ده، وغرز لكل الجروح اللي موجودة في جسمها دي، اللي هي في فروة راس والجبهة دي. وبعد يوم واحد خرجت من المستشفى بصحة جيدة جدا، مع ان الدكاترة قالوا ان احتمال ان يكون في مضاعفات او حاجة زي كده وتفضل في المستشفى فترة طويلة، لكن هي قعدت يوم واحد والدكاترة اطمنوا عليها وقالوا ان هي بقت كويسة خالص، وخرجت من المستشفى بعد يوم واحد بصحة كويسة خالص. وحكوا لها ولاد اختها عن المنظر اللي هم شافوه، وعن الطفل اللي هو جالها وكان لابس شبه القديس ابانوب بالظبط ونقذها. وعرفت ان كل اللي حصل لها ده ما كانش هيبقى حاجة يعني لو ما كانتش ندهت على القديس ابانوب، وهو فعلا جه نجدها من موت كان اكيد ان هو يحصل لها، لان هي كانت لو فضلت في المكان اللي هي فيه والقديس ابانوب ما نقلهاش كانت اكيد هتموت، وحتى لو كانت دخلت المستشفى كانت هتبقى حالتها اصعب من كده بكتير. فكل اللي حصل لها ده عرفت ان هو رحمة من ربنا، وشكرت ربنا على كل حاجة، حتى لو كان فيه شوية ألم وحاجات من دي، بس ده كان ارحم بكتير من ان هي تموت او يحصل لها مضاعفات وحاجة ازيد من كده. شكرت ربنا كويس جدا. وكمان القديس ابانوب اللي انقذها من موت اكيد ما كانش هينفع ان هي تهرب منه يعني. معجزة كمان للقديس أبانوب، لكن المرة دي بيشترك فيها قديس جميل عظيم كمان، هو البابا كرولوس. بيحكي الأستاذ يعقوب حبيب من شبرخيت محافظة البحيرة، بيقول إن هو كان بيعاني من انسداد في الشريان التاجي وجلطة، والموضوع ده اتسبب له بعدم الحركة، إن هو ميتحركش خالص، والدكتور قال لهم إن هو فاضله أيام ويموت، وكان كاتب له حقنة تتاخد تحت الجلد. لكن اهله كانوا بيفاجئوا ان كل يوم واحد يديهم الحقنة ويمشي، وما يكونش ليه اي اثر في الشارع خالص بعدها. وفي الوقت ده كان اهله خلاص متأكدين ان هو هيموت، فكانوا محضرين كل الاجراءات، محضرين له الكفن بتاعه وكل حاجة كانوا موضبينها، لانه اتأكدوا ان خلاص حالته ميؤوس منها، وكل الدكاترة اللي بتيجي تقول لهم يعني ايام او ساعات وخلاص كده. وبعد كل التحضيرات والكفن والحاجات اللي حضروها دي، في يوم وهو على سريره بيقول ظهر له القديس ابانوب والبابا كرولوس، وضربوا القديس ابانوب على قلبه بالصليب، وبعدين اختفوا. وفي نفس اليوم برضو كان قدامه صورة للقديس ابانوب، وكان متعود ان هو بيصلي ليه دايما وبيتشفع بيه، لان الصورة بتاعت القديس ابانوب محطوطة قدامه. وفي اليوم ده وهو بيصلي خرج من الصورة بتاعت القديس ابانوب نور، وبدأت الصورة تتحرك وانشقت، واخدته ايد محد مش شايفها حاجة خالص، يعني مش موجودة فيها حاجة الا الصورة ديت، يعني الايد خرجت من الصورة ومش باين اي حاجة تاني غير الصورة. وبعدها حصلت له معجزة، ان القديس ابانوب عمل له العملية، لانه كان محتاج عملية قلب مفتوح. وبعد الكشف عليه لو ان الراجل الاستاذ ده بقى سليم خالص، وفوجئوا بمكان العملية صليب كبير بينزل حنوط مكان العملية، وصورة القديس ابانوب اللي كانت متعلقة قدامه على الدولاب بتنزل زيت. وكمان الفانيلا بتاعته اللي هي كانت اخدت يعني من المكان الدم والعملية، اللي هي المعجزة اللي حصلت دي، بتعمل معجزات ببركة القديس أبانوب وكمان البابا كرولوس. شفاعة القديس العظيم الشهيد أبانوب وكل القديسين تكون معنا أمين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزات النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزات بتاعت النهاردة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلاتكم. سلام.